السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرسالة هاي بتمنى تصل لقادات الشمال ولمجالس الثوار والمسؤول عن مجالس الثوار بالشمال. طبعا اليوم لي 10 أيام داير عبيت للأجار، مانيش ملاقي، عجزت مانيش يعني مش ملاقي، وأقل بيت أجاره 80 و90 دولار و100 دولار وما فيش، ومعي مهلة قصيرة إني أطلع من هالبيت. فترة يعني بهالشمال وأنا قاعد بهالشمال تمنيت يجيني تلفون أو تجيني دعوة غير يوم ذكرى الثورة و18/3 مشان إني أطلع ألقي كلمة. 18/3 ذكرى الثورة وبعيد الثورة. تمنيت يجيني تلفون إنه صياصني شلون عايش، صياصني مين متكفل أجار بيتك، صياصني شلون أنت مدبر أمورك. طبعا ما حدا تواصل، لا مجلس ثوار ولا قادات ولا مؤسسات ثورية ولا غير مؤسسات ثورية. طبعا صياصني قدم على وظيفة أيام ما كان هيثم الزين بالمجلس، إجا بده يوظفني زبالة وبده شهادة مني، ومعه خبر انه اني كنت مسجون 15/2/2011 وطلعت مجرد من حقوق المدنية والعسكرية. منين بدي اجيب لك شهادة؟ وبغض النظر وسكتنا وقلنا يلا عادي. فاليوم انه هسه يعني بدي بيت. طيب يا مجلس الثوار انت يعني تواصلوا سعولنا ببيت يا قادات، ما بديش انه نجرح ونكبر بالكلام. طبعا اني الحمد لله عنا بيوت وعنا رزاق، كلها زتيناها ورا ظهورنا بدرعة وتهجرنا مش نحافظ على عرضنا وكرامتنا، والرغم انها درعة محررة بس انجبرنا احنا نطلع 71 شب، جبرونا نطلع من درعة. فاليوم يعني اذا اني بيت ما حدا قادر يأمن لي بيت اسكن فيه اني وولادي، شلون بدكم تفتحوا لنا معارك؟ بس هاي اللي بدي استوعبها. اذا معركة شلون كنتوا تفتحوا لنا معركة؟ اذا بيت اليوم اني من عاف حدا يدبر لي بيت. واذا انها الشغلة ضغط علي اكثر، يعني كنتوا تضغطوا علي اكثر مشان اطلع اصور فيديو اني اتندم اني كتبت جاك الدور يا دكتور، والله فشرتوا، والله ما بتندم، والله لو بتقطع قطع أنا وولادي وبنزت بالشارع وبقعد مو بخيمة تحت شجرة، إني فلا بتندم ولا بطلع بحكي هالحكي هذا، ذنه ضغط علي مشان إني أطلع أحكي. طبعا اليوم في ناس كثيرها صارت عذورنا، صارت على كتافنا، صارت تمتلك عقارات، وصار أبو فلان وأبو فلان، وأنا مالي فيك ولا لي مالك ولا إلي بأي جهة أنت كنت فيها، كل من بيشتغل له آخرته. بس بيت اليوم أني أعجز أني بعد 13 سنة وأول ثائر وأول من حرك شرارة الثورة بسوريا، بيت ماني عارف ألاقي. والله العظيم إنه الواحد حتى يعني حكي ما عاد يطلع معه حكي، مانيش عارف، هو من باب ضغط علي، هو من باب يعني نظام مصي هالناس إنه ديروا بالكم عليه ضبطوه مزبوط. يعني بدي أعرف، يعني بدي حل يا مجلس الثوار. طيب أنا اليوم محسوب من الثوار ولا محسوب من عند النظام؟ مشان أعرف أنتوا أي جهة حاسبيني. يا قادات الفصائل أنتوا عمين حاسبيني. طيب أنا اليوم كسامر صياصنة أول طفل كتب عبارة جاك الدور يا دكتور، وأول معتقل بسوريا، وتشردت وتبهدلت، إصابات بتحدث إذا في واحد مصوب مثل إصاباتي أو فيه إصابات وشظايا بجسمه مثل اللي بجسمي. طيب والله العظيم الواحد قاعد بيطلع بحكي غصبا عنه من الضغط اللي هو انضغطه. بكفي نسيتونا كل شيء، صرنا بس نفكر خلص كرت الكهرباء، اجى اخر الشهر اجار الدار المي والخبز. طيب لميت معكم يا اخي، اذا عاجزين انتم حتى دور تامنوا لها الثوار الصادقه، افتحوا معارك ورجعونا على بلادنا. انا بتمنى هاي رسالتي تصل لكل قادات الشمال، وتصل لكل المؤسسات ولكل حرب شريف، تصلوا ويشوفوا المقطع هذا، انه احنا اليوم انا كسامر صياصنة اللي كتبت عبارة جاك الدور يا دكتور بعد 13 سنة بيت ماني عارف اقعد بيته او يحالي اولادي، ماني عارف اني الاقي بيت وادبر بيت، ومحسوب اليوم اني انه من الثوار وشرارة الثورة وهاي الامور كلها. بس هاي الرسالة تصل للعالم، تصل للاعلامية، تصل للكون كله، يشوفوا وضعي أنا اليوم بعد 13 سنة عاجز أدبر بيت أسكن أنا وولادي فيه. والسلام عليكم ورحمة الله.